بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بمتابعاتنا الأوفياء. تحوسوا عسر تاع أبن دونر، ساندويتش دونر تذوقوا في حياتكم. اليوم جبت لكم الوصفة تاعي الخاصة، دونر تاع الدار ينافس تاع المطاعم الكبار، بصوص طوماطيش مشوية وخلطة لحم سحرية وبصل متبل. الله نساو كامل الوصفات التقليدية. ويلا بينا نبداو في تحضير الحطة هذه. نبداو المرحلة الأولى واللي هي صوص الطماطم. أول سر في البنة هو صوص الطماطيش. نحطه في مقلاة على نار هادية، الزيت كما راكم تشوفوا، 3 حبات طماطم، نغطيوهم ونخليهم حتى يذبالوا مليح. نخليو الطماطم تذبال في عقلها ونروحوا للدونر. نحط في صحن اللحم مرحي، زوج مغارف كبار ياقورت طبيعي. الياقورت الطبيعي يخلي اللحم طري بزاف. زوج فصوص ثوم، الثوم يعطيه نكهة مليحة على الكيف. هذا الفص الثاني. نروحوا للتوابل، نديروا الملح حسب الذوق، فلفل الكحل، نص مغرفة فلفل احمر حار مرحي، ونص مغرفة بابريكا مدخنة، فلفل حلو مدخن، كمون، رشة قرفة، رشة صغيرة مش بزاف، ورشة طيب مرحي قرنفل. وهنا ضفت رقائق فلفل احمر حار مجفف، نمزجوه مليح مع بعضاهم حتى تدخل كامل النكهات مع بعضها. نفرشوا ورق الزبدة، نحطوا كمية من اللحم المرحي المتبل، نفردوه بالحلال، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين بزاف، متوسط. نرجعوا هنا للطماطم بعد ما ذبالت، ننزعوا لها القشرة تاعها كما راكم تشوفوا، ما تنتحى بسهولة. هذه الطريقة تمد ذوق مدخن طبيعي للدونر تاعنا. نهرسوا هذيك الطماطم، نهرسوها مليح بفرشيطة ولا بهذيك اللي تهرس البطاطا. نهرسوها مليح كما راكم تشوفوا فيا. نتبلوها بزوج سنات ثوم، ملح حسب الذوق، فلفل الكحل، فلفل احمر حار مرحي، وشرائح من الفلفل الحار الاحمر اليابس مقطع
نحركوهم مليح وتضيفوا لهم هنا رشة دبشة، كل واحد وذوقه. انا ما ضفتش، نتوما اللي بغى يدير الحشيش ولا الدبشة يدير. نحركوها كيما هكا ونطفيو عليها ونخليوها بجهة. نرجع هنا للحم المرحي، هذاك الدونر نلفوه على بعضاه بورق الزبدة، ونحطوه في صينية الفرن. ونديرو معاه حبة طماطم مقطعة 4، وحبة بصلة مقطعة 4، و3 قرون فلفل حار خضر. نرشوهم بالزيت، ونتبلوهم بالملح والفلفل الكحل، وندخلوهم الفور يطيبوا. بين ما يطيبوا هما نحضروا شغل سلطة هكا تمشي معاه، بصلة مقطعة شرائح، معدنوس مقطع رقيق، البصلة شرائح رقاق ومعدنوس مقطع رقيق، الملح، الفلفل الكحل والسماق. السماق يمدلو حماضة تجي حامضة مليحة على الكيف. هنا ضفت الملح، 2 مغارف خل احمر ولا خل ابيض ولا الخل اللي عندكم. خلطوهم، نرفعوها ونخليوها بجهة. نحضروا المايونيز، الصلصة الثانية، نحطوا المايونيز، نحطوا عليها 2 سنات ثوم مفرومين، نتبلوها برشة ملح، ما تكثروش المايونيز اي متبلة، ورشة فلفل الاسود، واللي يحب زيت زيتون يقدر يضيف لها، انا ما ضفتش. نحركوها حتى هي ونخليوها بجهة. هنا يكونوا الصلصة توجدوا. هنا في مقلاة على نار هادية نحطوا هذاك الدونر بعد ما طاب، نحطوه في المقلاة سخونة، نحطوا كامل الكمية اللي تحصلنا عليها. هكا كيما راكم تشاهدوا. ونحاولوا هنايا نفتفتوه على هذا الشكل، فتوه قطع صغيرة. بعد ما فتفتناه نضيفوا له العصارة اللي خرجها الدونر، انا وراح لي المقطع انا ضفتها، ونحركوها ونطفي النار ونحطوها بجنب. دركا نركبوا الدونر، نحطوا خبز الخاص بالساندويتش شاورما، ولا نحطوا عليها المايونيز اللي تبلناها، وصلصة الطماطم اللي حضرناها المرة الأولى. هذا هو شكلها النهائي. نمشيوهم على سطح الخبز، نحطوا الدونر، شرائح الدونر، حمل المفروم، بطاطا مقلية كنت قليتها من قبل، اللي حضرتها من قبل، وهذيك
شغل سلطة تاع بصلة اللي بالسماق والمعدنوس. ونحطوا عليه الفلفل اللي شويناه كما شفتوا، ونحطوا شرائح تاع البصل اللي شويناه حتى هو مع الفلفل والدونر. نلفوا الخبز على بعضه، نحمصوه في مقلاة حتى يحمر، نقطعوه ونقدموه. وها هو الدونر تاعنا تاع الدار واجد، يتقدم مع بطاطا والصلصات اللي حضرناهم. وجربوا هذه الوصفة على ضمانتي، وما تزيدوش تشروا من برا. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والشير وسبسكرايب، وبصحتكم وشهية طيبة، وسلام.